يلا على سوق القمرية نتعشى بالطريقة الشامية. زين والله. زين عمو. ساحة المرجة للجامع الأموي، خطوات قليلة لكنها بتختصر قرون من تاريخ دمشق. أعمارنا لحظة عابرة أمام حضارات بقيت شامخة. أنا حميد وأنا رشيد. طالعين برحلة عائلية لدمشق، وبدنا نخبركم كل إشي عن هاي الرحلة. اعملوا متابعة على صفحة الفيسبوك واشتراك لقناة اليوتيوب، ويلا نحلق بسماء سوريا الحرية. عندي طريقة تصوير احترافية. شوفوا ما أطوله، طويل 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 لأنه بضيع مطلعي. هل دمشق آمنة وشلون السياحة والأسعار فيها؟ بعد ما تجاوزنا معبر نصيب الحدودي وصلنا دمشق الساعة 3 عصرا تقريبا. مسبقا كنا مقررين ننزل بفندق دمشق الدولي لأنه يقع بمنطقة البحصة قريب جدا من المواقع الأثرية. ما بتحتاج تاكسي عشان تصل لسوق الحميدية والجامع الأموي. تصنيف الأوتيل 4 نجوم، وتكلفة الغرفة لشخصين $70. الخدمة فيه ممتازة والكهرباء ما بتنقطع. الغرف وضعها جيد وفي بوفيه إفطار متواضع. الأساسيات حمص لبنة جبنة شاي، يعني بتمشي حالك بالإفطار، ما بتحتاج تفطر من برا. عشان أحيدكم علم، أكثر إشي ممكن تتغلبوا فيه المبيت. بحس أسعار المبيت بسوريا مبالغ فيها. حطينا أغراضنا وانطلقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا في الأردن بالشجرة، جينا بتهريب باصات. لا رجل. السلام عليكم. احنا كنا في الأردن في الشجرة في جوار رمثة، قلنا خلينا نطلع طشة كبيرة، جينا على سوريا دمشق بس. هون عملت مقابلة مع تيم وتندمت. بمزح طبعا. جينا بسيارتنا الخاصة. زين والله. كونه زيارتنا كانت قصيرة ما اشترينا خطوط للتليفون، عشان هيك ضروري تنزلوا الخريطة بدون انترنت، يعني بتقدروا تستخدموها بدون ما يكون معكم اتصال انترنت. هذا المبنى عالق من السبعينات، اللي بيعرف اسمه يكتب لنا بالتعليقات. 10 دقايق. بتمروا من جامع سيف الدين يلبغى، هدموه بالكامل بهدف توسعة المنطقة. عادوا بناءه على الطراز المملوكي وافتتحوه ب2014. وطبعا من الداخل جميل ومزخرف، وإذا مريتوا من عنده بنصحكم تفوتوا تشوفوه. سوق الحميدية. يلا على سوق الحمدية نمشي معنا. طريقنا لسوق الحميدية مرينا بساحة المرجة اللي بتخللها نهر بردة، والمنظر زي ما انتم شايفين مش أحسن إشي. هاي الساحة معلم تاريخي، كانت تسمى بساحة الشهداء. تحية كبيرة لخالي. زين عمو. وبعدين الحمامات. هون كان يلتقي المسافرين والقوافل لمدة عقود. هي شاهدة على مرور حضارتين، المملوكية والعثمانية. بتوسطها عمود شهير اسمه عمود البرق. الدولة العثمانية أدخلت التلغراف اللي سهل التواصل بين دمشق والمدينة المنورة، واحتفالا بهذا الإنجاز العظيم آنذاك عملوا هذا النصب. التلغراف كانوا يسموه البرق لأنه بيساعد على إرسال الرسائل بدقائق من دمشق للمدينة. وهيك بنكون عرفنا قصة هاي الساحة كاملة. بضل نعرف إنه هون تم إعدام الجاسوس اليهودي إلي كوهين. وهاي اللي أمامكو الأسوار الجنوبية من قلعة دمشق، بنيت بالعهد السلجوقي، طوروها الأيوبيين وبعديهم المملوكيين. الشارع اللي بين ساحة المرجة وسوق الحميدية اسمه شارع النصر. وطبعا أنا متعمد أعطيكم التفاصيل عشان تشوفوا جوانب الرحلة كاملة. طويل 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 طويل. وهسه دخلنا على الأيقونة سوق الحميدية، أشهر سوق مسكوف بالشرق الأوسط، أجواءه غير شكل. هذا الممشى تاريخي سياحي، طوله 600 متر وعرضه 15 متر، ومسقوف بسقف حديدي أسود. بتلاقوا كل إشي حديث وقديم من السوس للمعروك، وأهم إشي تمروا على بقداش. بسوق الحميدية رايحين تلاقوا المحلات اللي بتبيع الموزاييك أو الصدف، وطبعا هاي المشغولات يدوية وسعرها مرتفع جدا، لكنها بتعبر عن التراث الدمشقي. وكما قال نزار قباني: وفي الحميدية الأسواق قد فتحت على المدى بين نسج الحرير والعطر، تمشي الدهاشة في أرجائه عبقا كأنه القبس المسكوب في الأثر. وين الزعيم أبو شهاب؟ شوفوا لي هالمقاعد الاثنين، إذا بنحطن ببيت شو بضيف له جمالية. هلا بيقولوا لي غوة، عرفت شلون؟ هاي النهاية اللي كل زائر لدمشق بستناها. الجامع الأموي شهد على أكثر من 1300 سنة من التاريخ والحضارة. وطبعا ساحات الجامع وحتى الجامع الأموي كانت جزء من معبد جوبيتر، ولاحقا اتأسست كجامع. تعبت والله تعبت والله.
يلا نروح نزور الجامع الأموي. يلا امشي. هاي البوابة اللي أمامكم مخصصة للرجال. طبعا يا جماعة بدي أورجيكم حجم الباب بالنسبة لرشيد. يقف على الباب اللي بالنص. صغير. شايفين؟ رشيد اختفى. نحفي مستعجلة. روح نشرب روستك. لا مش معكم عن بلوجش. كلها مي. كنت أشوف الجامع الأموي على الفيديوهات ولا بحياتي تخيلت إني راح أفوته. وهسه ارفع راسك لفوق وشوف لي هالعظمة. شوفوا هالجمال والنقوش على السقف والواجهة. مآذن الجامع 3: مئذنة عيسى وقيتباي ومئذنة العروس. وهذا أجمل إشي بالجامع الأموي، المصحف الكبير. يعد من أبرز معالم الجامع الأموي. هذا يا رشيد أكبر مصحف بالعالم. هاي سورة مريم. كافها يا عين صاد. هون جزء من كسوة الكعبة. حلقات العلم إلها مواعيدها المحددة بالجامع الأموي. هاي مش نقوش عادية، هاي فسيفساء مذهبة عمرها أكثر من 1300 سنة. رسموا فيها القصور والأنهار والشجر لتمثيل الجنة ونهر بردة. الشغل فيها دقيق، ولما تغلب عليها الشمس بالمع لمعان باخذ العقل. زخرفة عمرها ما يقارب 1000 سنة ولساتها جمالها بيها. وحاليا طلعنا من الجامع الأموي والوقت كان المغرب، وهاي الأعمدة اللي أمامكم أعمدة جوبيتر، وسقف الحميدية مبين عليكم، يعني سوق الحميدية ملاصق للجامع الأموي. وهون أبوي وخالي بخططوا لباقي اليوم، وإن شاء الله راح يكون لنا لقاءات جاية مع الجامع الأموي إذا ربنا كتب لنا عمر. هاي حارات، هاي بيسموها حارات. نبدأ جولتنا بحارات دمشق القديمة. كنت مفكر الحارات القديمة بتخلص ب10 دقائق أو 20 دقيقة، واكتشفت إنها أسواق كبيرة وأزقة كثيرة، وبيوت تحولت إلى مطاعم ومقاهي، وبدها ساعات وساعات عشان تستكشفها. من جامع المكة يعني 75 قرش. متواكل. تفضلي يا انسان. تفضلي مدام. هذا شو السنة؟ هاي من ليسا. حط لك شوية جرب. طلعوا هيك هدول 70. 70. حط لي 30 درهم. وهذا أكثر سوق حبيناه، سوق البزورية، وفي اللي ما بخطر على بالك من أنواع البهارات. كمان سوقية. ليش؟ وهاي الباذنجان المجحفف واليرقين المجحف. قلايد البامية المجففة من أساسيات المطبخ الدمشقي. سوق الشام القديمة، سوق القمرية. كوبليتزا ولا مشاوي؟ والله صار بدي عملية ركب. وهون بتغلبك أسواق الأبابية، ممرات الضيق وأبوابها الخشبية. يعطيك العافية. الشارع هون شو اسمه؟ شبابية. شو اسم الشارع يا رشيد؟ شبابية. يسر. هاي يسر. هاي كوك او النارجيل. هاي يسر. هاي كوك. هاي يسر. اسمها الله يسر. هاي اليسر. هاي وهاي
وهي هذا رسم ولا مطعم؟ تطعيم. تطعيم. هي تطعيم فضة. شو سعرها هي هذه؟ تطعيم نحاس. هاي شو سعرها؟ هي حقها 1,200,000. ايوه لسه التنزيل قديم، هذا شغل قديم. حلو 66 حبة. تقريبا شي 90. هذا الفيروز، هذا العقيق كله، هذا كهرمان مصنع اصلي ما بعرفش، اما هذا عقيق اصلي كله. دقيقة، هذا عقيق كمان. هاي التحف الحلوة. يلا على سوق القمرية نتعشى بالطريقة الشامية. يا لنجي ومحاشي من بيتزا القمرية، بتطلب شو بدك وبتاكل وانت واقف. بدي 10 مش 5. ايش بتعب والله تعبنا. حط كاتشب خفيف. هات يا شيخة. خبرونا شو نوع باذنجان المحاشي لو سمحتوا. مش عارف شو قصة اللون، اما زاكي. 4 كوب قبة بالله. لو سمحت مد هديك. خلصنا عشانا بالجيمرية وكان عشاء فاخر. ودعنا الأسواق القديمة ورجعنا على فندق دمشق الدولي. وثاني يوم فطرنا بوفيه الإفطار اللي خبرتكم عنه، وصلنا ركعتين الضحى وانطلقنا. توجهنا للساحل السوري على طرطوس. اكتبوا تم بالتعليقات عشان يصلكوا فيديو الساحل السوري. الخلاصة دمشق جميلة جدا ويوم واحد ما بيكفيها، إذا بدك تيجي عليها انت جاي على تاريخ وحضارة عريقة. خبروني إذا سبق زرتوا الشام وشو أكثر إشي حبيتوه بالفيديو. بتحبوا أضل أصورلكم الأماكن السياحية اللي بروح عليها بالأردن والوطن العربي؟ كان معكم حميد ورشيد من بلدة الشجرة في لواء الرمثة. صفحتنا صفحة الحديقة والمنزل. إلى اللقاء في مدينة جديدة إن شاء الله.